مساكم الله بالخير. الدنيا برد ما تتخيلون. اليوم جايبتكم برايح سالم. شنو برايح سالم؟ هذا السوق كان اسمه سوق السالمية القديم قبل، وكان عزة بالسبعينات والثمانينات. كان هذا المكان ما يدشونه الا الجخ، لان كل المحلات اللي كانت هي من برا، الايطالية والاسبانية والفرنسية والبراندات اللبنانية كانت في هذا المكان. لكن صار وايد قديم، فالدولة قررت انهم يجددون هذا المكان ويطورونه، وطوروه وجددوه وسموه برايح سالم. طبعا سموها باسم الشيخ المغفور له، الشيخ سالم المبارك الصباح، فتيمنا له وتكريم فتسمى هذا المكان. كان اسمه شارع سالم المبارك، لكن الحين صار برايح سالم. عندهم معرض بعد، شوفوا على المساحة اللي مشتغلين عليها هني الدولة في تجديدها تقريبا 500 متر، فيها 14 بوث للمشاريع الصغيرة، يعني دعم المشاريع الصغيرة، وفيها محلات وايد. فكل هذا راح نشوفه الحين، وبالمرة نشوف المعرض اللي موجود. يلا. عندكم بوثات هني على مد النظر، هذه كلها المحلات والمطاعم. شوفوا أسعار البوثات. مثل ما انتم شايفين هني كل بوثات، وهني عندكم المطاعم ماكدونالدز، عندكم بيت الكنافة، وعلى مد النظر شوفوا بس الأجواء والنوافير، ناس شلون مستانسة صج. المكان شرح. اوه milk tea. We have only 1 kg. Thank you. شوفوا الحصالة دينار. محلات غريبة، يعني غريبة يعني عرفتها، وشيء جديد بالكويت مو مكرر. مثل ما انتم شايفين المكان على مد النظر 500 متر. الدولة عندنا بالكويت سكرت الشارع هذا، كانت السيارات كذي تدور وهني باركينج، سكروه عشان يكون آمن على الأطفال والأهل يستانسون، تمشون على راحتكم، تجيبون سكوتراتهم بواريهم. هذه منطقة كاملة لكم، يعني من أول جمهور لازم يجي الجمهور الكويتي، وعقب نرحب بكل ضيوفنا. أكيد حياكم الله. الكويت دولة الجميع، لكن هذا المكان حالاته مرة بالأسبوع تمرونه. يلا. عندكم هني مطاعم، عندكم هني في بقالة، يعني سوبر ماركت كذي، محلات كيوت. الله على الأجواء الكويت بالشتاء، الله عليها. تخيلوا تقعدون هني تشربون قهوة عند هالنافورة الحلوة. شوفوا نافورة كذي، يعني كل مكان فيه نوافير، يعني برافو. المهندسة اللي كانت مسؤولة المشروع أعتقد اسمها شي ب 50، الله يعطيها العافية. صج تعبت واجتهدت، طلعت لنا الكويت حلوة. أصلا الكويت حلوة. شفتوا الكويت حلوة؟ قلت لكم هذا محل دائما يكون عنده زحمة، فبدش له وبشوف شنو عندهم. يلا. هذا عندكم براند من الفلبين، يعني هذا أكثر شيء يعني وذا بستسلر دير. أقول لكم هذه الصابونة الأكثر مبيعاً، هذه حيل تبيض للوجه، وهذه تبيض درجة ثانية، فاللي تبي تاخذ هذه، يعني تبي وجهها حيل يبيض تاخذ هذه أو هذه. شوفوا هني في باليتات، شوفوا ما في شيء تقليد، هذول براند يعني، بس براندات يعني مو وايد احنا نعرفها، بس المحل يونس والأسعار بعد. هنا عندهم بعد الفرش العملية، بيوتي بلندر، أصباغ، ماسكات عندها بدينار، فما يتطوفون. خلون كلها من الفنانين عيالنا بالكويت، هم اللي يرسمونها. شوفوا الجمال يا الله. هني عندكم معرض ثاني بعد، يعني كل ما تمشون مساحة تلقون كذي أجنحة. This original salt? Yeah, this milk Himalaya. Himalaya.
تدرون الكويت الحين قاعدة تجهز وايد مشاريع، وفعلا احنا قاعدين نشوف تغيير كبير. صار عندنا أماكن نتمشى فيها، مو بس ناكل. كل الناس عبالها الكويت بس مطاعم. صدق إن احنا أقوى مطاعم بالعالم، لكن فيها أماكن وايد حلوة، التمشي، التسوق، أشياء اللي بتشترون منها كميات. الكويت مو بس فيها مكانين، الكويت فيها وايد أماكن. يلا نكمل. شوفوا بس الحين الشمس غابت وصار المكان أجمل مع صوت النوافير. شوفوا هني المحلات كلها تلقون خصومات مو طبيعية، حتى محلات مجوهرات راح تشوفون، وفي صرافين هني إذا بتصرفون عملات. عندكم هني محلات. شوفوا هني المزيني تحولون عملات ضيوفنا أهل الكويت. معارض بشكل أسبوعي تتغير البوثات، يعني كل أسبوع في مشاركين ثانيين. شوفوا لقينا اللبان العماني دينارين. ايوه 3. انزين قلتي لي الأخضر بالنعناع. نعناع. اي وهذا عود. عود. هذا هيل. هذا عود دبي. عود دبي. لافندر. عود مستكة. وهذه امبر. هذا الحلو شنو؟ عود مستكة. ايوه. انزين خليني اشم العنبر. هذه امبر. هذا العنبر خلينا نشمه. هذه لافندر. شنو؟ عود مستكة. ايوه يا حياتي شكرا. حلو. اوكي الحين ابي عود مستكة. ابي هذا شنو؟ عنبر. شنو هذا عود جوي. اوكي هذا هذا جبنا شنو؟ اسمه في اثنين وعنبر اثنين. اوكي وهذا شنو قلتي لي خلينا؟ اوكي مستكة اثنين عنبر اثنين صح؟ اوكي خطير خطير هذا البوث خطير. احس اني بعمان. الله خيال. كريمة كريمة ما شاء الله. يعني شوفوا حتى الاستراحات سووها بفن. شوفوا الكراسي خيال. المهم ان هذا رقم تليفونهم، توصيل بالكويت بس عندهم، ولازم يكون فوق 10 دنانير. هذا قوي مال دبي، لبان دبي اسمه. ايوه. انا ليش قلت له لا من ساعة؟ لان عندي وايد اشياء من دبي، بس هذا خيالي. هني ما نسوي اليهال وناستهم. شوفوا عندهم قطار كيوت ينم. ما انتم شايفين هني في قطار، وفي هذه خدمة تأجير شنو يسمونها مالت اليهال موجودة هني في برايح سالم. هذا أحلى محل كيك بالكويت ممكن يمر عليكم. أقوى كيك تاكلونه في حياتكم. كيك المسلسلات الكرتونية أنا أسميه من كثر ما هو لذيذ. هذا هو هذا المحل كله كيك فلبيني، وترى هما وايد حريصين على المقادير الصحية، فتلقون القطعة وايد حالية بس بشكل صحي. شوفوا ماريا مستانسة. سي هاي ماريا. شوفوا ماريا تحب هذا مطعم كل اليهال يحبونه، لأنه يعني بنص الساحة على ما يوصل اوردر مني النافورة، وداخل كذي وايد يستانسون اليهال فيه. فهذا المطعم لازم تمرونه. من أشهر المحلات في مانيلا الفلبين، موجود هني بالساحة، كل شيء داخله فوق ما تتخيلون. يلا نروح. شغل نودلز مال الفلبين بأنواعه، بالصلصات مالته. أكيد تحتاجون خطوط تليفون، هني موجودة شركة أريد، وبعد تقدرون تاخذون. هذا من أشهر المطاعم الفلبينية هني، ودائما زحمة عليه، مو بس الجالية الفلبينية لا حتى الكويتيين
وايد زحمة عليه. تلقونه هني برايح سالم يم مركز العنجري. هذه المحلات الرجالية البدل، شوفوا هذه تعتبر أرخص جمعية بالكويت، يعني الناس اللي يجون الكويت مع عوايل يسكنون في شقق فندقية، هذه الجمعية المناسبة لكم. كل شيء فيها، ما تلقون شيء هني تروحون هني. وبعد هني إذا طالعتوا ركزتوا راح تلقون صيدلية. كذي خلصت حلقتنا اليوم في برايح سالم. نطولنا الحلقة الجاية نشوف وينكم بالكويت، برا الكويت، ما أدري. لا تنسوا تتابعوني على انستغرام الجديد، وحسابي على التيك توك وسناب شات، وأكيد اليوتيوب وتويتر شوية نحش فيه. سلام.